قاعد على الفيسبوك الاقي بوست ليحيى حسني بيتكلم عن ممثل اسمه عمرو الترجمان، انه ممثل عمل 4 افلام بس، وان نهايته مش معروفه. يا اما هو سافر فرنسا لوحده، يا اما عشان هو اتريق على جمال عبد الناصر فسجنه وما طلع سافر لوحده. فقلت هو عارف منين؟ فيجاوبني في نفس البوست: عارف من احمد رمزي، كان عامل برنامج هو واحمد السقا واسمه الاستاذ والتلميذ الاب الروحي. كان هو في الحلقه من الحلقات بيتكلم عن عمرو الترجمان. عمرو الترجمان ده راجل اتولد في سنة 1931 في القاهرة، وبعد كده خد بكالوريوس تجارة واشتغل في السياحة كمدير مكتب سفريات في شارع قصر النيل، وكان مرتبه ساعتها 50 جنيه. وبيتجوز الممثلة ليلى شعير، مثلت أول دور ليها في عائلة زيزي، وبعد كده بتبقى ملكة جمال مصر. طب المشكلة فين؟ دلوقتي مفيش مشكلة، احنا في نص فيلم سكورسيزي. دلوقتي في نص الفيلم بيبقى كل حاجة حلوة، بعد كده بقى الداون فول. بيدخل عمرو الترجمان الفن بسبب ان هو شكله حلو بس، وبرهان من فاتن حمامة ان هو عمر الشريف الجاي. وطبعا خسرته، هو كشكل شبه عمر الشريف بس كموهبة هو مش زيه خالص. وياخد اول دور ليه في فيلم لا تطفئ الشمس في 1961. وقصته كانت عيلة متوسطة الحال، ابوها ميت قبل احداث الفيلم، وبيبقى الام وابنها الكبير شكري سرحان اللي بيشتغل في شغلانه بالواسطه بسبب خاله. واخته فاتن حمامة بتاخد دروس بيانو، بس المدرس بتاعها بيعلمها سكس وبتتعلمه الصراحة كويس. وفعلا بيأجروا شقة عشان يعرفوا يتعلموا سكس كويس. بس مرات عماد حمدي ما ترضاش بالموضوع دوت، اللي هي سامحة أيوب، تقوم سايب عماد حمدي، يوم هو سايب فاتن حمامة. وفي آخر الفيلم تتجوز من مين؟ عمرو الترجمان، اللي كان عامل دور صغير في خلفية مشاهد نادية لطفي. الفيلم ده من إنتاج عمر الشريف وأحمد رمزي، وقصة وحوار إحسان عبد القدوس، وإخراج صلاح أبو سيف. في أقل أفلامه أنا بحب صلاح أبو سيف وحسين كمال، يعني ممكن يبقوا بالنسبة لي من أحسن 20 مخرج في التاريخ. بس الفيلم عادي عادي، أقرب للوحش. وفي بروباجندا في آخر الفيلم ملهاش أي 30 لازمة. دي سمة في أفلام عمرو الترجمان، إن هي فيها بروباجندا، ما عدا ألف ليلة وليلة اللي بعدها على طول بيتاخد عشان يتريق على جمال عبد الناصر. وفي 1962 يعمل فيلم المعجزة، يبقى البطل قدام فاتن حمامة وشادية. بس شادية مش في أفضل أحوالها الصراحة، وفاتن حمامة هي بتفاتن حمامة، هي السهل اللي بتاع فاتن حمامة ده. وكان المفروض الفيلم دوت يبقى إخراج حلمي رفلة بدل حسن الإمام، وكان بيرشح يوسف شعبان إن هو يعمل دور عمرو الترجمان. بس فاتن حمامة رفضت وصممت على عمرو، واتكلم بعد كده يوسف شعبان عن الدور ده إن فاتن حمامة اختارت عمرو عشان ملامحه هادية، وقالت ساعتها أنا في الفيلم بسيبه وأمشي، بشكل لو سبته ومشيت هياكلني قلمان. واتطلب من عمرو الترجمان إن هو يسيب شغله في شباك تذاكر السفريات، بس رفض وقال وظيفة في اليد خير من شهرة على الشجرة. وقصة الفيلم إن ليلى اللي هي دورها فاتن حمامة بتتنشل من نوسة اللي هي شادية، وبتحاول تمسكها بس بتتعاطف معاها وتحاول تجيب لها شغلانة حلوة، بس يحاول يمنعها المعلم عباس اللي هو يوسف شعبان عشان تفضل نشالة وياكل هو من خيرها. وتحب خطيب فاتن حمامة اللي هو عمرو الترجمان من غير ما تعرف ان هو خطيب فاتن حمامة. وفي اخر الفيلم الحكومة بتعرف وبتبني لهم مساكن جديدة، وبتخليهم عيشتهم احلى، وبتجيب لكل واحد شغلانة. وبيعرفوا بسبب ان فاتن حمامة بتشتغل في الجورنال وبتنشر كل الكلام ده، على اساس ان الحكومة محتاجة ان صحفي يبين لهم ان في حي اجرامي. الحكومة مش عارفة ان في حي اجرامي. ونيجي ل 1963 لفيلم امرأة على الهامش، وده أمتع فيلم كفرجة. قصته إن ممثلة مشهورة اللي هي هند رستم، هند رستم بتقوم بدور هند رستم في الفيلم، بتعتزل بسبب عمرو الترجمان وبتتجوزه عرفي، ويتهدد إن هو مش هيورث من أهله فيسيبها وهي كانت حامل. وما بتعرف كل ده تقوم رايحة قتلاه، تقوم مسجونة. ممكن تفتكر إن أنا حرقت الفيلم كله، بس ده بيحصل في أول 5 دقايق بس، قصة الفيلم غير كده خالص. والولا بقى اللي طلع من الحكاية دي كلها خدته الخدامة ادته لناس ما بيخلفوش وتربى عندهم. وفي مشهد في الفيلم طبق الأصل المشهد اللي في حكاية نرجس لما طلعت من السجن ولقت ايه ده، يعني هي طلعت في وادي النطرون، سجن وادي النطرون، بقت قدام العاصمة الإدارية. المشهد ده برضه هند رستم بتطلع من السجن، ايه ده قصر النيل، ايه ده برج القاهرة. بس ممكن تفتكر ان القصة عادية، اللي هو هتطلع بقى تقول لابنها ويا ابني ويا ماما. بس اكتر حاجة عجبتني ان الفيلم مش عايز كده خالص، هي مش عايزة تقول له ومش هتقول له لاخر الفيلم، هي عايز تبقى امرأة على الهامش، عايز تقبل العقاب دوت، وان هي ما تبقاش في السنتر لاي حاجة. هي صلحت حياة ابنها وصلحت حياة اللي حواليها وسابتهم ومشيت من غير ما يعرفوا ان هي امه، او هي تعرفهم حتى، هي رضت بده. ابنها مفكرها خدامة،
وحاولت في مشهد ان هي ترجع للتمثيل، لقيت ان هي تمثيلها بقى قديم، وبيقول لها ايه تمثيل الاربعينات دوت. ونجي 1964 الفيلم الاخير، فيلم الف ليله وليله. يا اما ده قصته في الف ليله وليله بجد، يا اما ده الف ليله وليله واي قصه، عشان دي قصه انا اول مره اشوفها. هي حبه على علاء الدين، حبه من حته تانية. قصته ان حسن الشحات وابنه شحتوت بيروحوا موالد. حسن الشحات بيقوم دوره فريد شوقي، وكان بيغيب عن بيته، فمراته بتخونه. مش تخونه مع راجل ولا تخونه مع ست، دي تخونه مع جن. ابنها شحتوت يكشف الموضوع، يقوم قتله الجن، وتهرب مع الجن في الصحراء مع ابنها الرضيع. وفي صدره نص تعويذة، نص التعويذة دوت مع مين؟ توفيق الدين. والتعويذة ديت لو حد فيهم مات التعويذة بتختفي. هو الصراحة فيلم عادي حلو. شادية عادية، فريد شوقي بفريد شوقي، وهو اللي شايل الفيلم. هو مش بفريد شوقي دوت حاجة قليلة، هو شايل الفيلم. وعمرو الترجمان تمثيله ما يفرقش عن الأفلام اللي قبل كده. أنا متعاطف معاه إنسانيا، بس كتمثيل مش متعاطف معاه خالص. بس كان ممكن زي محمود عبد العزيز طلع في مرة قال إن أفلامه في الأول خالص كان تمثيله فيها وحش، وأفلامه في الأول خالص كان تمثيله وحش بس اتطور بقى عبد الملك زرزور في الآخر. فممكن عمرو الترجمان ده لو كمل كان ممكن يبقى فيه محمود عبد العزيز تاني. بعد الفيلم ده في نهايتين: إن هو سافر فرنسا اشتغل في الأزياء، وفي نهاية شهد عليها أحمد رمزي الله يرحمه بس. وبيقول أحمد رمزي إن عمرو الترجمان كان قاعد على القهوة واتريق على جمال عبد الناصر، اختفى أسبوعين، رجع جاله تربانة في دماغه، بعد كده ساب البلد ومشي. وبسبب إن هو خرج إن أحمد رمزي وأصحابه اتدخلوا عشان يخرجوه. هو عمرو الترجمان هو محدش اتكلم عنه ليه؟ عشان هو كأفلام هو ما عملش يعني إلياذة ولا أوديسا. هو كأفلام عادية، هي أفلام ما بتتشافش دلوقتي أصلا. بس كحكايته ورا هي حكاية مثيرة للاهتمام الصراحة. واحد بيعمل أفلام بروباجندا لواحد بيتحبس بسبب رأيه. ورأيه ايه ده سخرية كمان، هو بيسخر من أي حد هو مش عاجبه، ده حقه الشرع. بس ده مش مهم، خليك عمرو الترجمان واتريق على أي حد مش عاجبك. وبس كده، سلام.